بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تمام صحة وأحسن حال. أحلى بوسة ليكم حبايبي، توحشوني من الفيديو اللي فات. عشان كده ما بغيبش عليكم دلوقتي في تنزيل الفيديوهات. ادعوا لي يا رب دايما كده أقدر أنزل لكم كل يوم فيديو، ربنا يسهل الحال. آه ف جا وقت عزومة رمضان، معلش جات متأخرة شوية. انتوا عارفين، رجعوا الفيديوهات التانية انتوا هتعرفوا الدنيا فيها ايه. طبعا جوزي فرحان جدا ان هو يعني والدته جايه واخته، وربنا يصلح الحال ما بينهم وكده. يعني مش قادره اقول لكم الدنيا مش هيعمل فرحه. وانا برضو يعني مش عايزه يكون في مشاكل ما بينهم. و... والسبب برضو اللي اخرني ان انا اعمل العزومه دي، مرضاش يخليها يعني اعملها في بيتي. كان مصمم ان انا اعملها هنا. وكان عايز تتلم في هو واخته ووالدته يعني في البيت هنا هوت. فانا طبعا زي ما انتم شايفين بقيت محتاسه في اوضه الطبيخ. هو ده اللي انا قدرت عملته من البيت كله، ان وقت رمضان ضيق جدا زي ما انتم عارفين. فانا كل اللي قدرت عملته بس نظفت اوضه الطبيخ، والباقي بقى ان شاء الله بعد العيد او عيدكم هنعمله مع بعض حاجات ياما ان شاء الله، وهنعمله مع بعض حاجات جميله. بس يا ريت تشجعوني بلايك لو وصلتوا معايا لحد هنا. ما تنسوش تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ومتشكره ليكم جدا على دعواتكم الجميله، يا رب ما تحرمش منكم ابدا. والله الفيديو اللي فات جالي دعوات، ربنا يكرمكم ويفرح قلوبكم زي ما فرحتوني ودعوتولي بالشفاء. ربنا يسعدكم كلكم ويسعد قلوبكم، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يعود عليكم الأيام بخير، ويجعل أيامكم كلها فرح وهنا وسعادة، وما يدخلش ما بينكم حاجة وحشة أبدا. فأنا سميت بسم الله كده بقى. أول ما قمت كده، طبعا قمت بدري، وقبل ما ابتدي في أي حاجة كده قلت أشتغل على نظافة بقى. كان البوتاجاز متوسخ شوية كده وفيه شوية مواعين، رحت مخلصاهم أوام أوام عشان اشتغل بروقان. فاول حاجه رحت غاسله الكوبايتين، ورحت عملت البوتاجاز كده قوم قوم، بس عشان ايه؟ يبقى منظر الحاجه وانا شغاله يبقى كويس. فاول حاجه بديت بيها، انا كنت طبعا فيديو تحضيرات العزومه كنت عاملاه معاكم. كنت جايبه ورق العنب والخضره، وكنت محضره كل حاجه، والملوخيه مقطفاها وكنت غسلاها، وكنت فرحانه انا بالطبيخ وبالانوار. بقول لكم متنسوش اللايك. فانا كنت محضره معاكم كل حاجه، وحتى الخضره المحشي مخرطاها ومجمداها، والملوخيه كنت غسلاها ومنشفاها وحطاها في الفريزر. بصوا هعملها معاكم النهارده بطريقه سهله جدا جدا، اقسم بالله احلى من لما بتجيبوها جاهزه. يعني في ناس كتير ما بتقدرش تخرط ملوخيه زي حالاتي كده، او ما يعني بتستثقل. تخريط الملوخيه بيبقى تقيل على قلبها، بتستسهل وبتجيب الجاهز. بصراحه الجاهزه انا مش بحبها. و... فانا جربت الطريقه دي، سهله جدا جدا، وبتديكي نفس اكنك خرطها بالمخرطه، وبتبقى خضره والطعم رائع. هنشوفه مع بعضينا. عملتها بطريقه سهله جدا جدا، يا دوبك اتخرطت، بصوا في 5 ثواني كانت الملوخيه متخرطه. فهنشوف هنعملوها مع بعض ازاي. يا رب تعجبكم الطريقه دي وتسهل عليكم. هحاول بعد كده ان شاء الله اسهل عليكم، او هجيب لكم بدايل طرق المأكولات. الحاجه الصعبه هجيب لكم الحاجه السهله بتاعتها ان شاء الله. فعلى قد ما بنقدر طبعا بنسهلوا لنفسنا الامور عشان تبقى الحاجه خفيفه كده على قلبنا، ونبقوا شغالين واحنا مبسوطين. فانا هنا جبت الحمام غسلته حلو قوي طبعا، بيبقى ما بين الزور كده والجسم بتاعه بيبقى فيه ذرة مستخبي كده ولا كده. خلي بالك عشان لو عندك عزومة مثلا كده ولا كده، تخلي بالك بيبقى فيه ذرة في الحويصلة بتاعته لو الراجل مش منضفها معاكي وكويس. لان انا نضفته كذا مرة، وابص بالصدفة الاقي وانا بفصل الجلد عن اللحم، بلاقي لسه فيه ذرة مزنوق كده ما بين الحويصله والرقبه. فتخلي بالك قوي من الحكايه دي. طبعا لو عندك ضيوف ولا كده وطلعت معاهم درايه كده ولا كده، هيبقى المنظر مش اللي هو. فاحنا نخلي بالنا من الموضوع دوت حلو قوي. فهنا اللي برضو القلب بشقه كده بيبقى فيه الدم متجمد كده دوت، ممكن يزفر لك الشوربه. فبشق القلب كده نصين، بطلع الدم المتجمد دوت او المتجلط،
عشان بس ما يزفرلناش الشوربه، وتبقى الشوربه بتاعتنا زي الفل كده، وتبقى ريحتها جميله. بس فهنا رحت معبيه الصابون ده. انا كنت جايبه الجيركن دوت قبل رمضان، قبل ما امشي جيت لقيتهم شربوه ولا مش عارفه. يا ريتهم نضفوا بيه يا ريتهم نضفوا بيه حاجه. زي ما انتوا شفتوا جيت لقيت السلم عامل ازاي، والدنيا الحمد لله يعني. فمليت النستبون عشان تبقى الحاجه عندي سهله كده، سهله الاستعمال. كنت جايبه حته السمنه البلدي دي من معايا بقى، قلت اشتغل بقى يعني بحته من السمنه العاديه وحته من السمنه البلدي. يعني دي بتشيل دي، بس برضو بتبقى الريحه بتدي الاكل طعم وريحه جميله. وانا بصراحه الحمام يعني برضو عاملاه، حمرته بالسمنه البلدي، كان عاطي طعم وريحه بقى زي اهالينا كده، ريحه اكلهم بتاعت زمان كده، كان جميل جدا. فهنا حمرت اول حاجه، قدحت السمن، رحت نازله طبعا بعد ما غسلت الكبد والقوانص بتاعه الحمام. غسلتهم حلو قوي، نقعتهم بخل وملح وفلفل اسود وليمون، وغسلتهم حلو قوي وصفيتهم. بعد كده رحت مشوحاهم في السمن، وحطيت معاهم كام واحده حبهان، ورحت شلتهم من الماده الدهنيه اللي انا حطيتها. كنت محضره طبعا هنا البصله مخرطاها مكعبات. ده انا كل ده انا بحضر للفريك طبعا، عشان هنعمله حمام محشي النهارده. كنت طبعا غاسله الفريك حلو قوي، ويا دوبك نقعته نص ساعه بس وصفيته. واديت البصل تشويحتين كده، احنا مش هنحمره البصل، يا دوبك كده تشويحتين. ورحت حاطه عليه الفريك. طبعا هنا كان المفروض ازقي الفريك بالشوربه، بس انا هنا طبعا كنت لسه ما سلقتش الحمام، فبالتالي ما عنديش شوربه. انا دايما بصوا بحب احتفظ ان شاء الله كوبايه شوربه كده متفضل عندي من الفراخ مثلا، ولا عامله اي حاجه فيها شوربه، بحتفظ بيها في كيس. واحطها في الفريزر، بتنفع على حاجه زي كده. لسه ما سلقتيش مثلا الفراخ، ولا ما سلقتيش حاجه زي كده، عندك عزومه وملخومه، بتبقى الحاجه المتفرزنه دي بصراحه بتنفع في حاجه زي كده. انا حطيت بقيه الكبد طبعا. انا كان في سمنه في الطبق. رحت واخده حبه ميه ورحت دلقاها. آه، طبعا حطيت الفريك هنا والبصل مطرح تحميرة الكبد والقوانص، بتديها طعم حلو قوي. هنا بقى بصوا الخلطة كانت متجمدة. وبصوا عادة انا بصراحة بحب اخرط الحاجة بتاعت المحشي، بس عشان الوقت يعني برضو يعني ايه، عايزة اخلص وكده قبل ما يجوا. فرحت ضربهم في الخلاط، وانا كان عندي شويه طماطم متسبكين برضو وحطاهم في الفريزر. فكتهم ورحت حطاهم مع خلطه المحشي. وطبعا ما ننسوش رشه النعناع دي، بتدي طعم وريحه للمحشي جميل جدا. طبعا الملح والفلفل الاسود والماده الدهنيه حطيناها. ودي الطريقه دي بقى بصوا بصراحه بتسهل معايا قوي الحشو بتاع الورق العنب، وبيطلع كده صوابع ورق العنب، بتبقى جميلة جدا. طبعا انا بختصر لكم عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. دي اسهل طريقة ان انتي بصوا في ثواني كده هترصلك الورق العنب، مفيش 10 دقايق هتبصي تلاقي نفسك ترصيهم كده، وتحطي ربع معلقة في كل ورقة. لو عايزة تحشيه اكتر احشي. وتلفي الخمسة اللي انت رصاهم، تلفيهم مع بعضهم كده، هتبصي تلاقي ايه، الدنيا سهلت معاكي واتعملت بمنتهى السهولة ورق العنب. بمنتهى السهولة. هنا طبعا انا يعني معلش ما تاخذنيش. ما جبت الكوش تفصيل الورق الكرنب، فمعلش حقوق عليا. انا في يوم تاني هجيب كرنبايه وهفصلها معاكم ان شاء الله بطريقه سهله برضو، وازاي ان احنا نطلعه ورق الكرنب كله كده مقاس واحد. فمعلش سامحوني انا ما جبتلكوش الطريقه، كان في شغل كتير وشغاله لوحدي طبعا وكده، فكان الوقت مش سعيفني. فانا حاولت يعني اختصر لكم كده على قد ما اقدر. بصوا الحله دي اللي انا بعمل فيها، انا كنت مسبكه فيها طماطم ما رضيتش اغسلها. اللي بصوا اللي لازق في الحله ده مش قادره اقول لكم هيدي طعم للمحشي وريحه. مش قادره اقول لكم، كان المحشي اقسم بالله كانوا حبه محشي عايزين بقكم بصراحه، كان تحفه. فانت لما يكون عندك مسبكه طماطم وكده ولازقه كده، ولا متحروقه شويه في الجناب ولا في قعر الحله، اوعي تغسليها، حطي فيها المحشي.
طبعا القعر المحشي كنت حاطه فيه تحت المحشي العنق بتاعت ورق العنب، والعنق برضو اللي بقطعها من الخضره انا كنت مفرزناها برضو مع ورق العنب، مرضتش ارميها. وبقطع بصلايه كده وبطاطسايه، كل ده برصه في قاع الحله قبل ما بحط المحشي. فكل ده بقى بص مع الطماطم بقى اللي لازقه في الحله دي، بصي هتدي طعم للمحشي. الحاجات دي كلها انسي. رحنا جايبين الحمام بتاعنا وحشيناه. طبعا هنا لازم بصوا بقى هنا تفصلوا الجلد عن اللحم بالراحه عشان ما يتقطعش منكم. ولو الفرارج مثلا ولا كده جبتيه منه متقطع استحسن ان انت رجعه له تاني. رجعي له المحشي الحمام وهو محشي كده، وقولي له ما نفعش اخيطه. طبعا لو قطع لك الجلده ولا كده لما لو هو بينضفولك، فطبعا دي هتبقى غلطه منه جامده، لان معروف الحمام بيتحشى وبيتخيط او بتعمليه بالخله. فانتي طبعا تقولي له قبل ما يعملهولك، قولي له خلي بالك ما تقطعش الجلد بتاعه، ولو قطعه بقى زي ما بقول لك رجعه له تاني. بس فهنا كنت سبت طبعا الفريك يبرد شويه، عملته وسبته يستهدى عشان بس ما يبقاش سخن وبرضه ويفسد اللحم الحمام او كده. تسيبيه يبرد خالص قبل ما تحشيه، لان انت بتاخدي وقت على بال ما بتحشي، وبتحشي تحت الجلد كده عشان الحمامية تنفخيها كده شوية. ونزل عليهم التخفيض الحمامات دي، بس هو بقى يعني اللي لقيته قدامي في السوق. فبس والله لما اتحشوا كده بقوا الحمامية مالية مركزها كده، وكان شكلها حلو. فانا هنا طبعا رحت مخيطاهم، مرضتش اعملهم بالخله، خفت الفريك يقع في الشوربه، لان الشوربه دي انا هعمل بيها لسه حاجات هنزقي بيها المحشي، وهاخد منها الملوخيه، وكانت المفروض تتعمل بيها الفريك، بس بقى ما حصلش. انا حطيت مرقه ماجي دي بتغنيني، وطبعا فيها الكبد والقوانص. كل الحاجات دي طبعا بتدي ريحه حلوه قوي، غير التوابل اللي انا بحطها في الفريك. بهار فراخ وملح وفلفل اسود ورشه كمون، وبرده ربع ورشه قرفه. كل الحاجات دي طبعا بتطعم معانا الفريك. هنا بقى نيجي الرز اللي باللبن اللي بنعملوه في الفرن دوت. يعني انا ما حطيتش فيه بصراحه حاجه غير اللبن، وجبت البرام اللي عندي دهنته بالسمنه البلدي قبل ما احط فيه اي حاجه. ورحت منزله عليه الرز، كنت غسلاه طبعا ونقعاه بس حوالي 3 دقايق كده، ورحت نازله عليه باللبن والسمنه اللي عندي والملح، وحطيته في الفرن. اما بقى دي اخدت حبه من شوربه الحمام، وحطيت عليها مقدار من صلصه الطماطم وملح وفلفل اسود، ورحت ساقيه بيها بقى المحشي بتاعنا. وحطوه على النار وشموا الريحه بقى وادعوا لي. كده خلصنا، يعني خلصنا من كام حاجه. طبعا تغطيه باي طبق بس عشان يستوى معاكي كويس. انا ما لقيتش للاسف غطا هنا يحبك على الحله، فالغطا كان كبير شويه. ف يعني الطبق اللي انا غطيت بيه المحشي هيحكم برضو البخار، وان شاء الله هيستوى. هو فعلا استوى، كان جميل جدا. بس اليوم يعني مش قادره اقول لكم، احنا كان جوزي مستني اليوم ده وكان فرحان قد ايه، واتغمينا فيه اقسم بالله. يعني مش عارفين اللقمه نزلت ازاي، واتعكننا اخر عكننه. ويلا اللي هحكي لكم طبعا ايه اللي جرى، بس انا يعني بديكم فكره عن الاكلات اللي احنا عملناها مع بعضينا. بالكم الملوخيه دي هتبقى، بصوا اسهل طريقه هعمل بيها الملوخيه هوريكم دلوقتي. الطريقه دي اهم حاجه فيها ما يسحش التلج منها وهي مجمده، تشتغلي كده بسرعه. انا ممكن كنت عملتها في الخلاط
بس الخلاط انا مش عايزاها ناعمه، انا بحبها خشنه بصراحه. ولا تبهدلي الدنيا ولا تحوسي نفسك وتقلبيها يمين وشمال زي ما انت عايزه. اظن ده اختراع، ده انتوا شفتوش حد عمل الطريقه دي قبل كده. 10 ثواني هي كده خلصت، خرطت خلاص. ستوب. هنا نيجي للحمام بقى. بصوا عشان يتحمر بقى ويلمع ويبقى باللون الجميل اللي انتوا شفتوه دوت، لازم بدهنه لبن. حتى لو هتحمري فراخ ولا بط ولا بس البط ليه حاجات تانية انا بدهنه بيها، بيبقى المنظر جميل جدا. بصوا حمرته طبعا في السمنه البلدي مع حته من السمنه العاديه، سمنه اي سمنه عندك. كان الريحه بقى وبتحمر كان طعمه جميل جدا غير اللون طبعا. ف وعايزه اقول لكم الملوخيه دي اسهل طريقه تعملوا بيها الملوخيه بصراحه. انا يعني جربتها مره في الخلاط، كانت مش عارفه نعمت مني قوي قوي. احنا ما بنحبوهاش ناعمه بصراحه، انا بحبها كده خشنه شويه. بتبقى سبحان الله كل حاجه كل مقاس الملوخيه بيبقى ليها طعم. ما بتبقى طعمه كده بتدي على الحنه كده، ما بتبقاش حلوه بصراحه. فلما بتسيبيها خشنه شويه كده بيبقى طعمها جميل جدا. انا بس عشان انزلها من الكيس بصوا لونها بسم الله ما شاء الله، ولا كأنها كانت في الفريزر ولا كأنها كانت متجمدة. والخرط بتاعها 10 ثواني بالكتير، 10 ثواني كده على السريع قبل ما اهم حاجة ما تفكش من التلج بتاعها. طبعا انا كنت حاطة التحديقة بتاعتها، اخدت حبة شوربة من بتاع الحمام رحت حاطه فيه. انا بحب بقى بصوا الطماطم بتاعتها كتيره بصراحه. انا يعني ما بتبقاش ملوخيه خضراء، تبقى ملوخيه حمراء. اللي انا بعمله فيها ده دلوقتي بصوا يعني اللي هي تكات كده في الاكل. والمحشي والريحه مش قادره اقول لكم كانت عامله ازاي. كان الحمد لله هنا وخلاص. كان في كان استوى خلاص. هنا بقى جبت حطيت في الشوربه الثوم بالكزبره وملح وفلفل اسود، لو قرن فلفل اخضر كده ماشي. تنعميهم حلو قوي، نصهم تحطيهم في الشوربه ومعاهم صلصه طماطم. بص انا حاطه صلصه قد ايه، طبعا نصهم حطيتهم في الشوربه وغلت، رحت سقط الملوخيه والنص التاني بقى عملت التقليه. اما التقليه بقى بعد بتتقلى كده شويه بروح حاطه عليها الصلصه اللي انتوا شايفينها دي. بصوا اعملوها بالطريقه دي وهتدعوا لي. كانت بصراحه انا واخده الطريقه دي من حماتي، يعني الله يشفيها بقى ويصلح حال الجميع يا رب. ف سبكيها بقى وملح وفلفل اسود وحطيها بقى على الملوخيه، هتشمي ريحه ملوخيه عمرك في حياتك ما شمتيها ولا عمرك دقت ملوخيه بالطعامه دي. حبه الصلصه اللي احنا عملناها في التقليه دي بتوديها في حته تانية خالص كده، وحاجه بتبقى اخر طعامه. جربوها قولوا لي ايه رايكم فيها، ومستنيه تعليقاتكم طبعا. واللي حصل النهارده طبعا احنا قاعدين مستنيين اللي هيجوا. جاء لجوزي تليفون في اخر وقت واتنقل كلام وحصل كلام والعزومه اتفركشت ومحدش جا، وجوزي قعد حزين وحزن الدنيا فيه. فكان يوم ما يعلم بيه الا ربنا، كنا شغالين في البيت وشغالين في كل حاجه واحنا فرحانين كلنا فرحانين، وهو كان مستني اليوم ده. يعني عايزه اقول لكم بصوا يعني مش قادره اقول لكم احساسنا كان عامل ازاي. الله يسامح اللي كان السبب. ففي يوم ان شاء الله هبقى هعمل محاولة تانية. وكل سنة وانتم طيبين. لو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت ما تنسونيش باللايك وتشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا مني كل جديد. كل الاكل ده طبعا اتركن، قعدنا يعني مش قادرة اقول لكم بقى. كان يلا الحمد لله رب العالمين.